11 ابريل اليوم 43 من الحرب، اول ايام المفاوضات المباشرة الامريكية الايرانية. ديفانس ويتكوف وكوشنر في مواجهة قليباف وعراقجي و70 مفاوض ايراني. ايران واخدة لكل تفصيلة مفاوض، وخدت معاها شنط واحذية وصور الاطفال اللي استشهدوا نتيجة القصف الامريكي. حطوا صورهم في الطيارة، هي والشنط والأحذية على كل كرسي. في أول ساعة من تلك المفاوضات كانت المواجهة المباشرة بسبب مضيق هرمز. مدمرة أمريكية حاولت تتسلل، إيران بلغت عن طريق الجيش 30 دقيقة لو ما خرجتش هنقصفها. وقفت وتراجعت. بعد شوية أمريكا أصل احنا بنشيل الألغام، تسنيم بتنقل عن مسؤول إيراني لو حد قرب من مضيق هرمز هنشيله من على وش الارض. لازم نفهم ايه فحوى تلك المفاوضات. امريكا رايحة تنتزع ما لم تستطع انتزاعه بالسلاح. لو امريكا تقدر تخلص هي واسرائيل على ارض المعركة كانت خلصت. هي رايحة تاخد ما لم تستطع ان تأخذه بالسلاح والقصف والخيانة. الحرب بدأت بالخيانة اصلا المرتين مش المرة دي. وايران رايحة تثبت ما تعتقده مكاسب، ان السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، عدم تكرار ذلك مرة اخرى، حمايتها وحماية حلفائها في المنطقة، والاتفاق على النووي ومستوى التخصيب. تريد ان تتفق على ما استطاعت الحفاظ عليه على ارض المعركة. دي اهداف الاثنين. الصين في طريقها لتسليم دفاعات جوية جديدة لإيران خلال اسبوعين ثلاثة القادمين. دي تقارير استخباراتية امريكية. بلجيكا بترفض اسلحة بريطانية كانت متوجهة لاسرائيل وبتصادرها في مطار ليج. الامارات بعد ما منعت 3.5 مليار وطلبتهم مباشرة من باكستان، السعودية وقطر بعتوا لباكستان 5 مليار، وباكستان النهاردة ارسلت جنود لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية. الحكومة اللبنانية مستمرة في غيها وابتلعت الطعم، عارفة ولا مش عارفة، وراحت تتفاوض مع الإسرائيليين. احتمال المفاوضات تبدأ يوم الثلاث. الإسرائيليين اللي فجأة صحيوا على التفاوض عشان يفصلوا الجبهات. طول الوقت بيقسمونا واحنا بنبتلع الطعم. اهلا بيكم في مع معتز. الله خير.